في زمن كانت فلسطين فيه بتغلي، زمن اتشبكت فيه الخيانة بالإيمان، ولبس فيه العميل عمامة الشيخ، والعدو دخل القلوب قبل ما يدخل الحدود. سنة 1917 كان وعد بلفور هو الشرارة الأولى، الوعد اللي فتح باب الجحيم على أرض فلسطين، واللي خلى اليهود يبدأوا في تنفيذ مخططهم الكبير، مش بالسلاح الأول لكن بالعقول والجواسيس. وسط المعارك والمكائد ظهر شخص غريب اسمه يهوذا فاضل، راجل يهودي يمني الأصل، اتنكر في زي شيخ مسلم وغير اسمه الحقيقي وبقى اسمه الشيخ عبد الله فاضل. بهدوء وبذكاء خارق اخترق القلوب قبل المعسكرات، وبقى إمام في المسجد الأقصى بينادي باسم الدين وهو بيخدم العدو. الليلة دي هنحكي القصة اللي محدش حكاها، قصة الجاسوس اللي صلب الناس وهو بيسلم على الموساد. استعدوا لأن اللي جاي مش مجرد حكاية تجسس، دي قصة خيانة لبست عباءة التقوى. الجاسوس اليهودي كان اسمه يهوذا، ولما اتنكر بقى اسمه الشيخ عبد الله فاضل. اتعلم وتفقه في الدين في جامع في خان يونس، ولما بقى إمام في المسجد الأقصى. كان بيدعو للنصر وللفدائيين، لكن بعد صلاة العشاء كان بيتسلل لمعسكرات اليهود وينقل لهم معلومات سرية. السؤال هنا، ازاي قدر يخترق العرب ويبقى إمام المسجد الأقصى؟ سنة 1917 طلع وعد بلفور لليهود، وعدهم بالوطن اللي هيعملوه على أرض فلسطين. بعد الوعد ده اليهود بدأوا يجهزوا نفسهم ويعدوا العدة الحرب شاملة مع العرب. أول خطوة كانت زرع أكبر عدد من العملاء والجواسيس جوه فلسطين، وجمع أكبر قدر من المعلومات عن معسكرات الفدائيين. الشغل ده استمر من 1917 لحد 1937، يعني حوالي 20 سنة متواصلة. وبعد 20 سنة دول أسسوا جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. كان هدفه واضح، تنفيذ عمليات تهجير لليهود. الجهاز كان متقسم ل4 أقسام. القسم الأول المعلومات، اللي بيجمع ويحلل ويستنتج البيانات. القسم الثاني للعمليات، اللي بينفذ المهمات والاغتيالات. القسم الثالث للحرب النفسية، اللي بيخطط وينسق الاستراتيجيات النفسية للعمليات. الجهاز كان بيستخدم الحرب النفسية عن طريق نشر الفكرة الصهيونية. والقسم الرابع في الموساد كان عبارة عن مدرسة داخل الجهاز، مدرسة لتدريب المندوبين والعملاء، ومركزها الرئيسي في حيفا. كانوا بيدربوهم على قواعد العمل السري والأعمال التجسسية. قبل احتلال فلسطين قرر جهاز الموساد إنه يعين يهود عرب. الهدف من تجنيد يهود العرب كان إنهم سريعين في التعلم وأسهل في اختراق المجتمع العربي. أول ناس استهدفوهم كانوا يهود اليمن، اللي بالعبر بيسموهم تمانين، وهم اليهود اللي من أصول يمنية. الطائفة اليهودية اليمنية من أقدم الطوائف في العالم، وللعلم بدأت هجرة اليهود اليمنيين من اليمن لإسرائيل سنة 1881، لكن الأعداد كانت قليلة في الأول وابتدت تزيد بعد جهود المنظمة الصهيونية العالمية لإقناع يهود اليمن بالرحيل. الطريقة كانت إنهم بيستغلوا أوضاعهم المعيشية الصعبة، وكانوا بيقنعوهم بجمل معروفة زي جدران أورشليم بتقطر بالعسل. على العموم اختيار الجواسيس كان بيتم بعناية فائقة، يا إما لأنهم من أصول عربية، يا إما لأنهم عاشوا فترة طويلة داخل المجتمعات العربية فبقى متقنين للغة لدرجة إنهم بيتكلموا بلهجات المناطق. من أهم الجواسيس اللي جندوهم في الوقت ده كان واحد اسمه يهوذا فاضل، يهودي يمني الأصل. يهوذا هاجر من اليمن لفلسطين سنة 46 مع مجموعة كبيرة من يهود اليمن. أول ما وصل يهوذا فاضل فلسطين راح فورا على القدس، وهناك اتعرف على ضابط اسمه حايين بارليف، واحد من القادة الأساسيين في صفوف البلماح
اللي كانت بتعتبر السرايا الخاصة بالحركة الصهيونية. اتفق معاه وادوه شخصية جديدة يعيش بيها ويمثلها في المجتمع الفلسطيني. الشخصية دي كانت رجل دين مسلم سموه الشيخ عبد الله فاضل. بعدها ادوه مجموعة أهداف لازم يحققها علشان يكون جاسوس حقيقي. أهمها إنه يجسد الشخصية بشكل مثالي، يحفظ القرآن بالكامل ويتعلم تفسيره وعلومه ويعرف كل تفاصيل الدين الإسلامي. وفعلا بعد الاجتماع ده اتجه على مدينة خان يونس، وهناك راح الجامع الكبير في المدينة وبدأ يتعلم العلوم الإسلامية. اتدرب على طريقة صلاة المسلمين وتعلم الصيام وتعمق كمان في دراسة الأحاديث النبوية. لكن اللي لازم تعرفوه إن اختيارهم ليهوذا فاضل ما كانش صدفة أبدا. الراجل كان ذكي جدا، سريع التعلم، وبيتكلم عربي بطلاقة، وكمان ملم بالتاريخ والثقافة العربية. ومش بس كده، يهوذا فاضل ما اكتفاش بتعلم الدين، ده كمان اندمج تماما في العادات العربية وطريقة حياة الناس. ومع الوقت اتطور بسرعة غير عادية، حفظ القرآن الكريم بالكامل في فترة قصيرة جدا، وبقى بيرتله بصوت جميل وبيقيم الصلاة في المسجد. ومن ناحية الشكل كان متقن الدور لأقصى درجة، لحيته طويلة، تصرفاته هادية ومتزنة، وبيتصرف زي راجل متدين تقي. مع مرور الوقت الناس بدأت تشوفه مش مسلم عادي، لكن عالم دين كبير. بقى بعد كل صلاة يقف يوعظ الناس، يشرح لهم أمور دينهم ودنياهم، وكلامه كان مؤثر جدا. الشهرة بتاعته بدأت تكبر، وطموحه هو والموساد كبر معاه. قرروا يخلوه يخطب في صلاة الجمعة. ابتدى يتدرب على الخطابة الدينية، والتدريبات دي استمرت حوالي سنة ونص. وبعد أول خطبة جمعة ألقاها في جامع خان يونس انتشرت شهرته بسرعة رهيبة بين الناس. الشيخ عبد الله فاضل بقى اسم معروف في المجتمع الفلسطيني، والمصلين بقوا يتجمعوا حواليه بعد كل صلاة عشان يسمعوا كلامه. بقى يؤم الناس في المسجد الأقصى ويعمل حلقات دينية في جامع خان يونس. وبمرور الوقت علاقته بالمصلين بقت قوية جدا، خصوصا إن فيهم فدائيين ومجاهدين. لكن اللي محدش كان يعرفه وقتها إن الشيخ عبد الله فاضل اللي بيؤمهم من الفجر للعشاء هو نفسه الجاسوس يهوذا فاضل. بعد كل صلاة عشاء كان بيتسلل لمعسكرات اليهود ومعاه قوائم بأسماء الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن الأسلحة، واستمر في مهمته الجاسوسية دي لحد ما حصلت النكبة سنة 48. لما بدأت الحرب بين العرب والصهاينة سنة 48 دخلت القوات المصرية مدينة خان يونس بقيادة الضابط أحمد عبد العزيز. في الوقت ده جهاز الموساد وجه أوامره للجاسوس يهوذا فاضل إنه يتقرب من القوات المصرية ويتواصل معاهم. وبالفعل بدأ يهوذا يتودد لقائد الكتيبة المصرية القائد أحمد عبد العزيز، وكمان تقرب من نائبه الضابط كمال الدين حسين. قدر يقنعهم إنه شيخ دين، وطلب منهم يسمحوا له يدخل المعسكر المصري علشان يؤم الجنود في الصلاة، وكمان يلقي عليهم خطب دينية ترفع من معنوياتهم. وفعلا وافقوا، وبقى الشيخ عبد الله فاضل هو الإمام الرسمي للجنود المصريين. كان دايما بيدعي ليهم بالنصر ويردد التكبير وسطهم، فبدأوا يثقوا فيه جدا، خصوصا انه كان متقن دوره، بيصلي وبيقرأ القرآن وبيجاوب على أسئلتهم الدينية بثقة كبيرة. بمرور الوقت بقى بيتردد على المعسكر المصري بشكل دائم، وقرب جدا من الجنود والضباط لدرجة انه بقى يسمع كل أحاديثهم اليومية عن الجيش وخططهم العسكرية. لكن بالليل بعد ما يخلص صلاته كان يتسلل لمعسكرات اليهود وينقل لهم كل المعلومات السرية، عدد الجنود والخطط، أنواع الأسلحة وكل التحركات. واستمر على الحال ده فترة، لحد ما في يوم من الأيام القائد أحمد عبد العزيز لاحظ حاجة غريبة. كل ليلة بعد صلاة العشاء الشيخ عبد الله بيختفي تماما، فيقرر يكلف واحد من الضباط يراقبه كل يوم بالليل. وفعلا بدأت لحظة الحقيقة. من اليوم اللي أمر فيه القائد أحمد عبد العزيز بمراقبة الشيخ عبد الله فاضل بدأ الضابط يتابعه كل ليلة بعد صلاة العشاء. كان بيشوف الشيخ وهو رايح بيته،
يستناه لحد ما يدخل ويقفل الباب، وبعدها الضابط يجي يخبط على الباب لكن مفيش رد. استمر الضابط يعمل كده كل يوم، نفس الموقف بيتكرر. الشيخ يدخل البيت بعد الصلاة، الباب يتقفل، الضابط يجي يخبط عليه لكن مفيش أي صوت جوه. الموضوع بدأ يثير الشك، فراح الضابط للقائد أحمد عبد العزيز وقال له على اللي بيحصل. القائد قال له جرب للمرة الأخيرة، بس المرة دي استنى نص ساعة بعد صلاة العشاء وبعدين خبط الباب. وفعلا الضابط نفذ الأوامر، استنى نص ساعة، راح وخبط على الباب لكن برضه مفيش رد. الصدمة كانت في اللي حصل بعدها. الضابط قاعد يراقب البيت طول الليل، واللي لاحظه كان شيء غريب جدا. الشيخ عبد الله ما بيظهرش غير وقت صلاة الفجر. الموضوع بقى غامض، ازاي يدخل بيته بعد العشاء ويختفي كده؟ ازاي ما يسمعش صوت الباب وهو بيتخبط عليه؟ وازاي فجأة يظهر الصبح كأن مفيش حاجة حصلت؟ الضباط حاولوا يدوروا حوالين البيت على أي مخرج تاني أو طريق سري، لكن ملقوش أي حاجة. الغرابة زادت، فالقائد أحمد عبد العزيز أمر كل الضباط إن محدش فيهم يتكلم مع الشيخ عبد الله فاضل لحد ما يعرفوا حقيقته. وفي يوم 22 مايو سنة 48 أصدر مجلس الأمن قرار بيدعو كل أطراف الحرب في فلسطين لوقف القتال خلال 36 ساعة. لكن العرب رفضوا الهدنة تماما، واستمرت المعارك مشتعلة. بعد رفض الهدنة الجيوش النظامية العربية كانت متخوفة جدا، خايفين اليهود يستغلوا الموقف لصالحهم. لكن مجلس الأمن زاد ضغطه بشكل كبير، وفي النهاية تم فرض قرار بوقف الحرب لمدة 4 أسابيع. خلال الفترة دي طلبت القوات اليهودية شحنة من الأدوية الطبية والإسعافات الأولية علشان يعالجوا ضابط يهودي مصاب بإصابة خطيرة في رقبته. القائد المصري وافق إن طبيب مصري يروح يعالجه، وده كان أمر معروف ومتفق عليه في قوانين هدنة الحروب. لكن الموافقة دي ما كانتش عن طيبة قلب، كانت حركة ذكية من القائد أحمد عبد العزيز اللي قال للطبيب وانت هناك حاول تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المعسكر اليهودي. وفعلا وصل الطبيب المصري لمعسكر اليهود بالليل، ولما كان ماشي في اتجاه الخيمة اللي فيها الضابط المصاب شاف بعينه مفاجأة ما كانتش في الحسبان. شاف الشيخ عبد الله فاضل بنفسه بيتجول بين خيام المعسكر اليهودي. ولسوء حظه الليلة دي كانت نوبة الجاسوس يهوذا فاضل لنقل المعلومات من الكتيبة المصرية للمعسكر اليهودي. الطبيب المصري تصرف بحكمة، عمل نفسه مش واخد باله وكمل شغله كأنه ما شافش حاجة. وبعد ما خلص مهمته رجع فورا للمعسكر المصري ودخل على القائد أحمد عبد العزيز وحكى له كل اللي شافه بالتفصيل. القائد وقتها قال بهدوء خلاص هنستناه عند صلاة الفجر، أول ما يصلي بينا هنقبض عليه ونسأله عن الحقيقة. لكن اللي ما كانوش يعرفون يهوذا فاضل كان أذكى من كده بكتير. حس إن في حاجة مش طبيعية وإنه اتكشف. بعد ما اكتشف أمر يهوذا فاضل قرر إن هو يختفي تماما وما يرجعش تاني للمعسكر المصري. استقر في معسكر الصهاينة واختفى تماما عن أعين المصريين. في اللحظة دي اتأكد الضباط المصريين إن الشيخ عبد الله فاضل ما هو إلا عميل لليهود. القائد أحمد عبد العزيز قرر مع ضباطه إن هم يتسللوا لبيت الشيخ علشان يعرفوا إزاي كان بيتنقل من هناك لمعسكر اليهود. دخلوا البيت بهدوء خايفين يكون متراقب من الموساد، لكن لما دخلوا كانت الصدمة الكبرى. لقوا نفق سري داخل البيت بيؤدي مباشرة لمعسكر اليهود. واتضح بعدين إن اليهود اشتروا البيت بنفسهم ليهوذا مخصوص علشان مهمته التجسسية. في اللحظة دي وقف أحد الضباط وقال بكل شجاعة يا فندم أنا اللي هجيب يهوذا من معسكر اليهود بنفسي. تخيلوا معايا مهمة شبه مستحيلة، ضابط مصري بيتسلل لوحده داخل معسكر العدو علشان يخطف جاسوس. في نفس الليلة الضابط فعلا نزل من نفس النفق ومعاه واحد من الجنود يساعده. دخلوا المعسكر اليهودي في سرية تامة، قعدوا يراقبوا المكان لحد ما شافوا يهوذا فاضل قاعد لوحده جوه المخيم. انقضوا عليه بسرعة
كمموا بقه علشان ما يصرخش وما ينبهش حد. خطفوه ورجعوا بيه فورا للمعسكر المصري. أول ما وصلوا بدأ التحقيق معاه فورا، وبعدها تقدم للمحاكمة العسكرية قدام الضباط، وصدر الحكم الإعدام رميا بالرصاص. ونفذ الحكم في الحال، وبعد التنفيذ رموا جثته قدام معسكر الصهاينة علشان يكون عبرة لباقي العملاء. وبكده انتهت حكاية يهوذا فاضل، اللي لبس عمامة الشيخ علشان يخدع الناس وافتكر إن الخيانة هتفضل دايما في السر. لكن زي ما بيقولوا الحق عمره ما يموت، والقناع مهما كان متقن لازم في يوم هيقع. سقط يهوذا زي ما سقط غيره من اللي باعوا أرضهم، سقط برصاصة العدالة واترمى جثمانه قدام معسكر الصهاينة علشان يكون عبرة لكل خاين ودرس للأجيال اللي جاية إن الوطن غالي والخيانة تمنها أغلى بكتير. وفي النهاية ممكن العدو يلبس لبسنا ويتكلم لغتنا ويصلي صلاتنا، لكن عمره ما يعرف يعيش بإيماننا ولا يحس بانتمائنا. فحب الوطن مش كلمة، ده إيمان، واللي خان هو خان نفسه قبل أي حد.